لو انت بتشطب لوحدك ونازل تشتري سيراميك شقتك، دول اهم 3 نصايح تاخد بالك منهم قوي عشان ما تقعش في مشكله بعدين. اول حاجه واهم حاجه الكميات، ان انت لازم تبقى عارف الكميات كويس جدا اللي انت محتاجها ايه، عشان ما ينفعش ان انت تشتري كميات اقل من اللي انت محتاجها، وتيجي بعد فتره لما الصنايعي يبدا يشتغل تكتشف ان انت محتاج كميات، تروح المعرض تلاقي ان التشغيله مثلا دي خلصت او التون مختلف، فبالتالي هتبقى تقع في مشكله كبيره. فرق التون دوت بيبقى باين قوي للعين، يعني فرق التون في البلاطات خصوصا لو فاتحه بتبقى باينه قوي. فلازم تبقى واخد بالك قوي من الكميات، او لو جبت كميات بزياده ممكن يبقى خلاص عدى ال 14 يوم بتاع الاسترجاع، ممكن المعرض ما يرضاش ياخدها منك، يقول لك ان التون ده مش موجود، فتبدا تخش في مشاكل مع المعرض، ان انت هتضيع الفلوس دي كلها على الفاضي. ممكن تبقى جايب بكميه كبيره ومش محتاج الكميه دي كلها، فاللي هو لازم تبقى عارف كمياتك كويس قوي. تاني حاجة إياك إنك تختار السيراميك عن طريق الموبايل، انزل بنفسك ونقي السيراميك بنفسك. ليه؟ إن الإضاءة بتختلف والألوان بتختلف من موبايل للتاني، فممكن نفس البلاطة تبقى على موبايلك لون وعلى موبايل لون تاني. تمام؟ فلازم أنت تنزل وتشوف البلاطة بنفسك، إن ممكن تيجي تختار البلاطة عن طريق الموبايل، بعد التركيب تلاقيها حاجة تانية خالص غير أنت مركبها. تالت حاجة وأهم حاجة وحط تحتها ألف خط: الصنايعي. يا جماعة ما ينفعش، ما يرضيش ربنا إن أنت تبقى جايب بورسلين وجايب حاجات غالية وتجيب صنايعي عشان خاطر رخيص بس. مش بقول لك هات أغلى صنايعي، بس هات صنايعي بيفهم، هات صنايعي بيعرف يركب. يعني هو أنت لو جايب أغلى بلاطة في الدنيا وصنايعي ما بيعرفش يشتغل، لازمتها إيه؟ ما هو هيبوظ لك الدنيا وهيضيع لك فلوسك على الأرض، وهيضيع لك وقت ومجهود وفلوس تانية عشان تعدل اللي هو ضيعه. فأنت معكش مهندس او بتشطب لوحدك، حاول تستعين بحد مثلا شطب قبل كده، استعين باي مهندس. ما فيش مهندس مثلا هيستخسر فيك معلومه، انت لو طلبت منه او طلبت من اي مهندس آم، عايز صنايعي كويس هيديك رقم صنايعي واثنين وثلاثه، على الاقل تبقى انت ضامن ان الصنايعي اللي هيجي لك ده هيعرف يشتغل لك البلاطه ديت. خصوصا بند السيراميك يا جماعه، التصليح بتاعه صعب، يعني التصليح بتاعه رخم، انك لو صنايعي بوظ الدنيا انك تعدل وتصلح فعلا مكلف، ومهما كان مش هيبقى زي ان هو يتعمل صح من اول مره. فخلي بالك قوي من نقطه الصنايعي ديت، انها بتفرق جدا فوق ما تتخيل. والسلام.